لو جربتوا الاكله دي كل البيت هيتجنن عليها. هي سهله جدا ببواقي الحاجات اللي عندك، يعني شويه رز على شويه عدس على شويه شعريه، وهتعملي احلى اكله. البيت كله هيتجنن عليها. في الاول كده هنجيب حله نحط فيها 3 معالق كبار من الزيت، هننزل عليهم بكوبايه من الشعريه ونقلبها كده لحد ما تاخد معانا اللون ذهبي بالشكل ده كده. بعد كده بقى على طول هنغسل هنغسل الرز مع العدس وننزل بيه، بس نغسله كويس جدا ونقلبهم كده ونشوحهم لحد ما ينشفوا معايا. اهم حاجه ان انتي تنشفيهم، يعني ما يبقاش فيهم ميه خالص. ياريت كلنا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول عشان نكسب ثواب انا وانتم. وعلقوا حتى لو بتم عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. هنا بقى هنزل بمعلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الكمون ومكعب من الماجي، وده اختياري لو مش حباشي ليه. قلبي برضو كده. بصوا انا اهم حاجه ان الرز والشعريه والعدس ينشفوا معايا بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بالميه يا دوبك هغطيهم، بس اغطيهم كده بعقلتين صباع، وهنقلب كده ونسيب النار عاليه لحد ما يتشرب. وبعد كده نوطي النار لحد يعني بعد ما يتشرب نوطي النار لحد ما يستوي معانا بالشكل ده كده. انا هنا هبتدي بقى ان انا اغطي كده واوطي النار. في حله تانية هنجيب بقى معلقتين كبار من الزيت، فصين من الثوم، وننزل بيهم بالشكل ده كده. اول ما يبتدوا ريحتهم تطلع هنزل عليهم بمعلقه من هريسه الشطه. قلبيهم كويس كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي خفيف. ما تسيبيش الثوم كتير عشان ما يمررش. بعد كده انزل بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم، ولو ما عندكيش صلصه الطماطم خلاص يعني استخدمي صلصه عاديه، عصير طماطم عادي. بعد كده هنزل بنص كيلو من عصير الطماطم بالشكل ده كده. هقلب بقى واحط الملح وبابريكا وفلفل اسود والسبع بهارات ومكعب ماجي، وبراحتك بقى لو مش عايزه ماجي شيليه، ورشه صغيره من الكمون ومعلقه سكر. مهمه جدا معلقه السكر دي عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. هنقلب بقى كويس جدا ونسيبها بقى تتسبك براحتها. ونجيب بقى الكشري اللي احنا عملناه خطير. جربوا الكشري بالطريقه دي بجد تحفه. بعد كده هنغرفه بقى، ومعايا كمان الصلصه اللي انا عملتها له تحفه يا جماعه، وكمان بقى شويه بيض مسلوقين كده وشويه سلطه خضراء. وقولوا لي ايه رايكم بجد، يعني هي دي الاكلات اللي بجد بتدفي في الشتاء. شويه سلطه خضراء كده وشويه صلصه تحفه وشويه بيض بقى مسلوق وشويه بطاطس بقى. وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعلقوا بالصلاه على الحبيب علشان كنا نكسب ثواب انا وانتم. وكمان قولوا لي من اي بلد بتشوفوني وخدوها شير على صفحتكم.